يا عشاق كرة القدم ويا محبي الإثارة والقصص التي تصنع في الملاعب، اليوم نروي لكم فصلا جديدا في مسيرة بطل مغربي لطالما أمتعنا بأهدافه الحاسمة ولمساته الساحرة. إنه الجلاد والسطي النجم عبد الرزاق حمد الله. في خطوة مدوية هزت أركان الكرة السعودية والعربية، أعلن نادي الهلال السعودي عملاق آسيا عن ضم المهاجم المغربي الفذ عبد الرزاق حمد الله قادما من نادي الشباب على سبيل الإعارة. صفقة لم تكن مجرد انتقال لاعب، بل كانت إعلانا عن قدوم قوة ضاربة في وقت حرج، وتأكيدا على ثقة الزعيم في قدرات هذا الهداف التاريخي. مسيرة حمد الله في الملاعب السعودية وحدها قصة تروى، أرقامه تتحدث عن نفسها، أكثر من 200 هدف في مختلف المسابقات، هداف الدوري السعودي لمرات عديدة، وصاحب بصمة لا تمحى مع كل ناد ارتدى قميصه، من النصر إلى الاتحاد ثم الشباب، والآن يخطو خطواته نحو قلعة الزعيم حاملا معه آمال جماهير الهلال في تحقيق المجد. لكن لماذا الآن؟ ولماذا الهلال تحديدا؟ مع إصابة نجوم كبار مثل سالم الدوسري وألكسندر ميتروفيتش، كان الهلال بحاجة ماسة إلى بطل جديد يقود خط هجومه، ولم يجد أفضل من عبد الرزاق حمد الله صاحب الخبرة الكبيرة والحس التهديفي العالي ليقود الفريق في هذا المحفل العالمي الكبير. حمد الله الذي سيرتدي القميص رقم 10 عبر عن سعادته الغامرة بالانضمام للهلال، مؤكدا تطلعه لتقديم الإضافة القوية ومواصلة مسيرة الفريق في المونديال. إنه تحد جديد لهذا المهاجم المغربي الذي اعتاد على رفع راية التحدي وتحويل المستحيل إلى واقع. وبهذا الانتقال يرتفع عدد اللاعبين المغاربة المشاركين في ربع نهائي كأس العالم للأندية إلى 6، في تأكيد جديد على الحضور القوي للكرة المغربية في أكبر المحافل العالمية. فهل ينجح حمد الله في كتابة فصل جديد من قصة نجاحه مع الهلال؟ وهل يكون هو الشرارة التي تقود الزعيم نحو إنجاز تاريخي في مونديال الأندية؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة، ولكن المؤكد أننا أمام قصة بطل آخر يستحق المتابعة.